بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتم. حبايب قلبي ما تنسوناش في الاشتراك وتفعلوا زر الجرس واكتبوا لي تعليق حلو، ربنا يسعد قلوبكم يا رب. وشاهدوا الفيديو للآخر. امبارح يا حبايبي كنت عاملة معاكم الفراخ اللي تحتها بطاطس بطريقة بسيطة وسهلة، والنهارده قلت أعمل رز أحمر وأقلي جنبه بطاطس وأعمل باي، وده يبقى عشان النهارده فضل ونعمة من ربنا. بوريكم طريقته، بس هي طريقته سهلة وبيطلع ما شاء الله حلو. دي توم يا حبايبي، بشوح التوم، بحب اعمله بالتوم. دي حوالي راس توم يا حبايبي متوسط، او لو عندك التوم متفصص وهتعملي بالفص حوالي طبع الحله بتاعتك، احنا طبع افراد. الحله بتاعتي دي واخده 10 فصوص توم يا حبايبي، انت بقى طبع عدد افرادك او الصلصه اللي هتعمليها. وبعمل فيه بصل بردك، بس بشوح التوم اول وبعدين بحط الطماطم، وبعد كده بخرط عليه بصل وخضرة محشي يا حبايبي. ودي وهقلي هنا البطاطس يا حبايبي اللي فيها ده هرد بتاع كانت قالية بتاع شطة حراق في الزيت، ما كان حرام مرمي. كده هنضيف الطماطم يا حبايبي، وزي ما قلت لكم انا ما بصفيش الطماطم. جربوا تسبيكة الرز الاحمر بالثوم يا حبايبي، بتطلع جميل. هنحط لها بقى يا حبايبي البهارات، وبعد كده هخرط عليها البصل. دي بهارات فراخ يا حبايبي وفلفل وكمون وبابريكا، دي البهارات اللي عندي. وما ننساش الملح. هخرط بقى عليها البصل يا حبايبي واسيبها لما تتسبك، وما تتسبك واجي في الرز هرجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايبي. كده التسبيكه قلبت، هي كانت بتقلب بس الانبوبه فضلت فكنت بغيرها. حطيت عليها يا حبايبي 3 بصلات وشبت على بقدونس على كزبره، والرز انا غسلاه ومصفيه يا حبايبي هضيفه عليه. بس يا حبايبي، وهسيبه بقى اما ينشف من الصلصه بتاعته، واوطي عليه يتلدن براحته، وكده يبقى خلص معانا. بس ما هينشف هسيبه 10 دقايق ما ينشف من الميه خالص، واوطي عليه يتلدن. وما يتلدن يا حبايبي واخلص البطاطس واسلق البيض هرجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايب قلبي. كده الرز الاحمر اهو خلص، او الكشري احمر زي ما بتسموه. وإلى جنبه يا حبايبي بطاطس، وعملنا بيض، وولادها هيجيبوا باذن الله ساعه ما يجوا ياكلوا فلافل. وكده عشان النهارده فضل ونعمه من عند ربنا. ما تنسوش يا حبايبي الاشتراك وتفعلوا زر الجرس واكتبوا لي تعليق حلو، ربنا يسعد قلوبكم يا رب. وشاهدوا الفيديو للاخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.